سؤال أيمن. فما سؤال الناس الكل توا تحب تسأله اللي هو بين السلطة والنقابة بون. عضو سابق في الاتحاد الطلبة ومن قدامى اتحاد الطلبة. اسك النقابات صالحة لكل المجالات ولا فما مجال سبيسيال ليها؟ باش نصحح شوية السؤال. انت المقصد به ظهر لي صراع بورقيبة والاتحاد الطلبة التونسي. السلام عليكم الناس الكل، اهلا بكم في حلقه جديده من هدره وعبره. اليوم معاكم سيف الدين عقرباوي مقدم البرنامج، واليوم معانا عضو سابق في الاتحاد الطلبه ومن قدامى اتحاد الطلبه سي ايمن. اهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكافة المشاهدين. ديما في إطار وضع نقاط الحروف قدماء الاتحاد العام طلبة تونس، وحاليا مخرج صلب الجامعة العامة تعليم الأساسي بحكم مهنتي كأستاذ. مرحبا بكم مرحبا. اهلا بك ايمن. دونك فما سؤال الناس الكل توا تحب تسأله اللي هو ما المقصود بنقابة؟ أعطينا تعريف عليها، معناتها شنو النقابة، شنو تعمل وشنو الهدف نتاعها في شو تونس؟ الهدف نتاعها؟ بل كل شيء لازم يكون فما مفهوم واضح، وديما نقول قبل الوضوح يكون مفهوم بسيط. ايش معناها نقابة ولا شنو النقابة؟ النقابة هي هيكل يحمي فئة معينة حسب المجال، ويأمن مصالح مادية ومعنوية. مثال نحكيو على الطلبة كما يقولوا الاتحاد عن طلبة تونس، هو هيكل يدافع عن المصالح المادية والمعنوية للطالب. باهي. بحكم النقابة تدافع على المصالح معناتها الطالب، وفما نقابة العمال تدافع على مصالح العمال زائد نقابة المهنية. نقابة المهنية. باهي. هي اسك النقابات صالحة لكل المجالات ولا فما مجال سبيسيال ليها؟ كل مجال معناتها كل فئة وعندها النقابة الخاصة بها. مثلا في مجال الصحة ما تتوقعش باش تلقى نقابة طلابية تدافع على الصحة. معناتها فما نقابة على كل حاجة، نقابة الصحة، نقابة العمال، كل مجال عنده نقابة. باهي باهي. وشنو معناتها انه قلت بكري دورها انه تدافع، معناتها انه تدافع على العمال، مصالح المادية والمعنوية. مصالح العمال. اي كيفاش تدافع معناتها؟ شنو تعمل النقابة بحكم هي معناتها عندها اوثوريتي باش انها تصلح وضعية العمال ولا وضعية الطلبة في تونس؟ أكيد طبيعة الحال. اعطيني اكزامبل معناتها. مثال محدد بارزامبل مشيك للنقابة الطلابية والنقابة المهنية. باش نعطيك مثال من واقع مخصوص. اعطيني من النقابة الطلابية. النقابة الطلابية، الاتحاد العام طلبة تونس بارزامبل، من بين الحاجات اللي يتعرض لهم اي طالب، وانت طالب وتعرف انا كنت طالب ونعرف بطبيعة الحال، تنجم تتعرض حتى المظلمة من قبل الإدارة ولا غيره. هنا أنت أوتوماتيكمون باش تمشي للصرح العظيم هذا الاتحاد عام طلبة تونس. أي ناشط صلبه باش يمشي يقول له الوضعية كذا وكذا 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 كذا، وهو باش يتكفل باقي الإجراءات، هو باش يكون كفيلك وإطارك القانوني باش يدافع عليك. سي أيمن، أنت حكيني على أنت كنت ناشط في اتحاد الطلبة، اتحاد عام طلبة تونس، اتحاد العام للطلبة. احكي لنا على حاجة أنت عملتها ولا أنت شاركت فيها في الاتحاد في أيامات كي كنت ناشط في الاتحاد في أيامات الفاكولتي. والله هما برشا حاجات الحق. أكثر حاجة من تو متفكرها. تحرك على مسألة. نتذكر 2017 مشيت وقتها، خذيت البكالوريا ومشيت باش نقرا في الجامعة. من بين الطرائف اللي موجودة في الجمهورية التونسية، ما نحبش نقول بلاد التونسية، الجمهورية التونسية، اني وجهت لشعبة اسمها علوم التربية، الإجازة التطبيقية في علوم التربية. بعد بشهرين قرينا نلقى الإجازة تبدلت، اسم الشعب تبدل، من اللي كانت علوم تربية ولات تربية وتعليم. وهذا بالطبيعة ماهيش تغيير اعتباطي، وإنما عنده خفايا أخرى. يعني نمشي نوجه للشعب الانتداب فيه آلي مباشر، كانت علوم تربية شوية تربية تعليم، دونك اوتوماتيكمون الانتداب هذايا ملي كان آلي مباشر برا فصل فيه. كان أول تحرك قدام وزارة التعليم العالي، لأنه الدوسيم تاع علوم التربية كان ملف مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، خاطر واحدة مسؤولة على التكوين النظري وواحدة مسؤولة على التكوين التطبيقي. وزارة التعليم العالي مسؤولة على التكوين النظري، والتربصات الميدانية كانت مسؤولة عليها وزارة التربية. كان تحركنا قدام الوزارة بخصوص تغيير اسم الشعبة
والى اخره، معناتها وصولا الى اقرار التربصات الميدانيه والحفاظ على نفس الماكيت النظام الاساسي نتاع الشعبه حتى لو كان تغير الاسم. وهذا نجحنا وقتها كابناء الاتحاد المحلي بتونس باش نجيبوه، كان مكسب وطني خاطر ما يشملش فاك واحده، لانه المعاهد الحاضنه شعب التربيه والتعليم في تونس 10 فاكات، فكان تحرك قطاعي ناجح تأتي الاتحاد المحلي بتونس، وفي الاخر خلينا اللي حشنا به. باهي. هو توا بالنسبة لاتحاد الطلبة فما حكاية يوجولي معناتها معتاد انه الطلبة ديما الجدد في الفاكولتي ذلك هكاك يتبلدوا بها ما نعرفش، يبدا لك يقول لك توا جماعة الاتحاد مش يعملوا شيء، نهار كامل يعملوا في المشاكل، نهار كامل هكاك دايرين بيانات بعضهم ما عندهم حتى هدف، معناتها جيست يعملوا كان الشغب هذاك وهذاك اللي يقولوه العباد. اسكو هذه معناتها صحيحة؟ شنو السبب عليه معناتها فما حكاية هكاك عليه يقولوا عباد هكاك على الاتحاد؟ والله ما نجموش ندخلوا في خفايا وفي بواطن الاشخاص. انت جا قلتها معناتها ضمنيا جاوبت عليه السؤال، قلت فما عباد تقول اني بالنسبه لي احدد الفئه شكون بعد ما نحدد نمشي للواقع المعيش صار ولا ما صارش. تو تتوقع انت فما انسان قاعد هكا حك راسه باش يقوم يعمل مشكله من اجل الشغب، شغب من اجل الشغب، ما تستقيمش المساله. ممكن نحكيو على الاتحاد المحلي بتونس، نحكيو على منظمه تاريخيا اقدم من الجمهوريه التونسيه من اللي كانت تونس في عهد الاستعمار، مازالت ما تمش علينا جمهوريه. الاتحاد العام لطلاب تونس، الاتحاد العام لطلاب تونس موجود، فما معناها حتى كان باش نحكيو على المساله هذه. ومتاكد الفئه هذه تحكي عليها عينتها يوم ما كانت موجوده، مع قراتها معايا في الفاك، نتذكر منهم طالب تعدى مجلس الاديب، تعدى مجلس الاديب، واول شخص مشى له جنراليه بحكم وقت ممثل الطلبه وعضو في الاتحاد المحلي بتونس، جنراليه على مشكلته. اي والتاريخ انت جبت على كونها اقدم الجمهوريه التونسيه بحد ذاتها، هذيك بوان حبيت نسالها على مساله تاريخ النقابه. تاريخ بحكم انت قلت بحكم انت قلت قبل الجمهوريه يعني في عهد الاستعمار. في عهد الاستعمار شنو عملت الاتحاد في عهد الاستعمار؟ شنو عملت في عهد الاستعمار؟ اي شنو عملوا؟ اسكو هما معروف انه كانوا نضاليين ومازالوا ليومنا هذا. شنو عملوا معناتها في عهد الاستعمار باش انه ساهموا في الاستقلال؟ حركة التحرر الوطني ضي بحرك كبير ياسر، مش نحكيو على حركة التحرر الوطني بحرك كبير ياسر، لكن أغلب المؤرخين أجمعوا على إنه الصراع في الشوارع خاصة والمظاهرات اللي كانت في الشارع تند الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية شاركوا فيه الطلبة وشاركوا فيه التلاميذ، وبرشا شهداء سقطوا معناها وكانوا ينتميوا للحركة الطلابية وقتها. نحكيو على الاتحاد الطلبة تونس بون كفكرة طرحت من عام 46 1946، لكن النشأة كانت 52، مؤتمر التأسيس كان 53 وكان تأسس في باريس. فما برشا عباد تقول لك بأي معنى تحكي لي على نقابة تأسست في باريس، ما كنت نتناولوا التاريخ نتناولوه في ظرفية معينة، ما تنجمش تعطي نظرة نقدية لتاريخ معين دون ما تلم بالظروف وبالحقائق الموجودة وقتها. نعرف مليح 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 انه الجمهورية الفرنسية او فرنسا المستعمر اول ديمقراطية في العالم، الأغلبية تجمع عليها، ولو انه تناقش قصة اول ديمقراطية في العالم. امريكا قبلها ديمقراطية، يعني نجم يكون اليونان قبلها. فرنسا كانت تمارس في الديمقراطية داخل أراضيها، لكن خارج أراضيها كانت تمارس دور المستعمر. فمن أجل إنجاح مسألة تأسيس الاتحاد العام لطلاب تونس فعليا إثر مؤتمر نحكي على بناء قاعدي وقتها، نحكي على بناء قاعدي كان معناتها ضروري وإلزامي انه يكون المؤتمر الاساسي في باريس، لانه العينين كل مصبوبه الغادي ما تنجمش تمنع المؤتمر هذا باش يصير. باركونت لو كان صار في تونس ما كانش يتم، كانت تكون مجزره. اي وتوا معناتها بحكم جبت على تونس والنقابه وحاجه معلومه اللي برسم كنا قريناها في التاريخ ابارامون، سمعنا انه فما كانت اضطرابات كبيره بينات في الحركه اللي معناتها في الحركة معناتها كتحرير كانت معناتها فما مشاكل بين السلطة والنقابة قبل أصلا بتأسيس الجمهورية التونسية وبعد الاستقلال. اسك شنو العلاقة حاليا بين السلطة والنقابة؟ العلاقة بين السلطة والنقابة باش نصحح شوية السؤال.
انت المقصد به ظهر لي صراع بورقيبه والاتحاد الطلبه تونس. هذا هو الوجه الاكبر. بورقيبه بعد ما اعلن تونس جمهوريه ونصب لها دستور وتم تنصيبه رئيس للجمهوريه التونسيه، حب يدجن برشا حاجات. صحيح بورقيبه تاريخيا عنده طابع رمزي في تاريخ تونس، لكن في وقت ما حب يدجن الحركات الطلابيه بما فيها الاتحاد الطلبه تونس. تاريخيا الاتحاد الطلبه تونس لم يكن ذراع للسلطه داخل الجامعه، ولم يكن تحت غطاء او تحت جناح السلطه في الجامعه. واكبر بروف حتى نكملوا حتى العهد بن علي، اكبر بروف على ذلك المحاكمات اللي كانوا يتعرضوا لها ابناء اتحاد طلبه تونس. نذكر منها حادثه طلبه الحقوق بالقيروان، وقتها 23 مناضل صلب اتحاد طلبه تونس يتعدوا على المحاكمه العسكريه. والتو مازال عنده فيه ملف المفروزين الامنيين اليوم هذا مازال موجودين مفروزين امنيين، عندهم الاجازات نتاعهم، عندهم شهادهم، لكن ما نجموش ينخرطوا في الحياه العمليه، الحياه المهنيه، لا لسبب لانهم كانوا معارضين في ايامات الجامعه، والامن الجامعي يدون الشيء هذا. باهي. توا فما سؤال اخر اللي هو بريسك سؤال نجم يسأله كل طالب يبدا يدخل الفاكولتي: علاش فما اكثر من نقابه في الجامعه؟ علاش فما اكثر من نقابه في الجامعه؟ والله هو سؤال يتجاوب وما يجاوبش. هو عليه سألت هذا السؤال خاطر بحكم نعرف ان فما اتحاد الطلبه، فما اتحاد من اجل فما الاتحاد العام طلبه تونس، وفما الاتحاد الاخر اللي أنا نسميه جمعيه ترفيهيه ما نسميهوش. ونجاوب. اي وعليه فما صراع بيناتهم؟ ما فماش صراع، ظاهرا فما صراع. فماش الصراع شنو؟ حاول نتهموا بالجلسه العلميه، حاول بداع. شنو يجيو يقولوا لك هكا ذوكم يمينيين الاخر يساريين، هكا اللي تعرفوا. شو النقابه لا تحتمل يمين ويسار، النقابه تحتمل يسار. النقابه ديما يسار، تحتمل يسار لانك انت في كونفلي مباشر مع السلطه. فاك تقول لي مساله اليمين انت اوتوماتيكمون يمين. شو النقابه الاخرى؟ النقابه الاخرى معناتها الاتحاد. خلينا نعطيك تاريخيا شنو اللي صار باش تكون الصوره واضحه. تاريخيا من 46 ولا خلينا نحكي من 52 الى حدود 1975 لم يكن في الساحه الطلابيه النقابيه سواء الاتحاد عن طلبه تونس، واللي قلنا استعصى على بورقيبه باش يدجنوا، باش يردوا اليد الطويله للسلطه داخل الجامعه. فجموع المفكرين حول غطاء السلطه ارتأوا انهم يخلقوا نقابه، جمعيه ترفيهيه، كوميتا، يخلقوا حاجه شبيهه بالاتحاد عن طلبه تونس. الغرض منها هي تشتيت الصف الطلابي، لانه انت شوف هي في نهايه المطاف النقابه طالما فما مطالب باش تكون موجود، باش تحاول تلم مجموعه طلبه في خط واحد، بفكره واحده وفي طرح واحد من اجل نيل المطلب هذا. فشنو هو الحكمه في انه يكون فما زوج نقابات، نخلق صف من هنا وصف من هنا، اللي هو المطلب واحد. هذه مثلا ما تستقيمش، فرضيه ما تستقيمش. فالفرضيه الثانيه هو ان الاتحاد العام طلبه تونس كان عاصيا واستحال على النظام بورقيبي تدجينه، فضروري تخلق نقابه موازيه، بها موازيه ظاهر النقابه، لكن في باطنها ما استقامتش نقابه. فما اسباب سياسيه مع غايه سياسيه. اكيد شو نحكي على السلطه، نحكي على السياسه. واللي يقول لك نعمل في النقابه ما نعملش في السياسه، لكن انت في نهايه المطاف مطالبك تاخذ فيها عند سلطه معينه، فانت بالضروره كريت روحك كرو السياسه، لانه الدوله السلطه ما تحكيش لغه غير لغه السياسه. حديثك مع وزير، تعاملك مع وزير ما يحكيش لغه اخرى غير لغه السياسه. حتى كان يحكي 7 لغات، هي في نهايه المطاف لغه سياسيه بحته. نكمل لك في علاقه بالاتحاد طلبه تونس. خلقوا نقابه موازيه من اجل ضرب الصف الطلابي هذا، ومن اجل ضرب
مصداقيه الاتحاد الطلبه التونسي، وما نجحوش. ما نجحوش لانه تاريخيا بن علي كيف عمل الانقلاب نتاعو في 87 سحب تاشيره من بعض الاحزاب. فهمت. سحب تاشيره من حزب العمال، سحب تاشيره من حركه الاتجاه الاسلامي سابقا النهضه حاليا. وفور سحب التاشيرات هذوما اندثر الاتحاد العام التونسي الطلبه، الجناح الطلابي لحركه النهضه حاليا ما عادش عنده وجود. توا انت كي تشوف النقابه علاقتها مع ما كملتلكش الاجابه مش مشكل. سامحني كمل. كمل الإجابة. قلت لك تسحبت تأشيرة من حزب العمال ومن حركة الاتجاه الإسلامي النهضة حاليا، اندثر الاتحاد العام التونسي للطلبة وظهر بالكاشف أنه فقاعة داخل ساحة طلابية، بالونة ترشقت فور سحب تأشيرة من حركة النهضة. لكن وبرغم التضييق السياسي على أبناء اليسار التونسي وبرغم سحب التأشيرة من حزب العمال، إلا أن الاتحاد العام لطلبة تونس أبى السقوط وقعد صرح نضالي تقدمي داخل الجامعة التونسية، واليوم مازال موجود. لكن بعد الثورة بالضبط في 2011 خلقتك الصورة متاع صورة الصراع وظهر جليا حول مقاعد المجلس العلمية تمثيل الطلبة، واللي ولات بدعة. ولنا اليوم نقيسوا نحن الحجم النقابي والجهاد النقابية والفعل النقابي بتمثيلك للطلبة. بالنسبة لي الواقع النقابي والفعل النقابي لا يستقيم، والمسألة هذه لأنها بدعة من عند السلطة. الإشراف إشراف سلطوي بحت، فإنك تكون ممثل للطلبة داخل الجامعة حاجة، وتكون وجه داخل المجلس العلمي عن طريق تمثيل الطلبة مسألة مغايرة الذي نشوفها من البداية. أنا بس كي توا تقول أنت كلمة السلطة، خاطر سمعنا كلمة السلطة بريسك وقت كامل، ما تقصد بالسلطة؟ شكون السلطة؟ السلطة هي الفئة اللي تصير البلاد. نحكيو على السلطة، كي نقول لك السلطة نقول لك أنا رئيس الجمهورية، الوزراء اللي معاه، وإذا كان نحبوا نخصوا هي التعيينات السياسية الحاصلة في البلاد في ظرف معين. توا في عهد بن علي كنا نعرفوا أنه كان معناتها قبل الثورة كان نظام ديكتاتوري، كانت أنك تتكلم على أصغر حاجة تتهز الحبس ولا تتنفى. اسك النقابة في عهد بن علي شنو صار فيها؟ شنو عملت وشنو صار لها؟ صار فيها اللي ما يصيرش، والتاريخ يذكر. التاريخ اللي ما يسجل أحداث منوبة ياما طلبة معناتها مشاو وتدون التاريخ انهم شهداء الحركة الطلابية. المفروضين الامنيين اللي حكيت لك عليهم الموجودين اليومنا هذا، الامن الجامعي نكل بهم قبل اتيديون باش تقرا بحجاب حاجة مستحيلة. وابناء الاتحاد الطلبة تونس كانوا يدافعوا على المسألة هذه، لأنه فما شكون يدخل الطابع الديني وينتقي في الطابع الديني، يقول لك لا يا جماعة اليسار هذوكم ضد الإسلام وضد اللي عنده شكون فقط حرية شخصية، معتقد ديني حجاب يفقد حرية لكن شخصية. الأمن الجامعي ما يفهمش المسألة هذه. أنا نحكي على بوليس أنا وقت بوليس في عهد بن علي، معناتها عبارة تكلم في جنرال تو مسألة ما تستقيمش. أبناء الاتحاد الطلبة تونس كانوا يدافعوا عن المسألة هذه، وكانوا ديما يصطفوا كانوا مع الطلبة، وذاك الشيء اللي خلاهم يكونوا في خانة المفروضين الأمنيين وبرشا يعانيوا التو. أنا متفكر صارت حاجة وقتها كي 2011 كي بدأت الثورة، أنا وقتها صغير متعدي وقتها على الكيس نلقى تظاهرات أغلبيتها طلبة في التظاهرات. معناتها شنو دور الاتحاد في الثورة التونسية؟ فما شعار مركزي وشعار مفصلي صدر من حركة فيفري مجيدة 5 فيفري. الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية. طالما ثم حراك في الشارع التونسي فهو يمثل مجموعة طلبة، لأنه الطالب صحيح هو صورة مصغرة للمجتمع، ولو أنه حتى الحياة الجامعية هي تصغير للمجتمع في حد ذاته. طالما ثم ظروف خارجية نحكي على الشارع التونسي تمس الشارع التونسي تمس العائلة التونسية، فهي بالضرورة باش تعود على الطلب التونسي. باهي، وهنا ندخلوا بريسك الآخر. الأسئلة نعرفوا أن النقابة حاجة الطالب، أما اسكو شنو الطالب؟ اسكو هو حاجته بالنقابة؟ أهمية من خيرات الطالب في النقابة احكي لي عليها. هما حاجتين يكملوا بعضهم. النقابة ماهيش حاجة ملموسة،
ماهيش موجودة تلبس في اليد، ولا صباط تلبس في الرجل، ولا ملول تلبس على البدن. النقابة هي هيكل ماهوش ملموس. شنو يكونوه؟ يكونوه مجموعة الطلبة أو النقابيين الصغار كما نحبوا نسميهم، هما اللي يكونوا الاتحاد العام طلبة تونس بمجموعة هيكلية. كي تقول لي الاتحاد العام طلبة تونس في حاجة للطلبة، حاجة ما تستقيمش، لأنه في هيك المطاف الاتحاد العام طلبة تونس هو مجموعة الأشخاص هذوكم بهيكلهم، ونسطر سطرين تحت الهيكل. ماهيش حاجة مسيبة. فما نظام داخلي، فما هياكل هي تسير الاتحاد العام طلبة تونس وطنيا. الطالب بحاجة إلى الهيكل هذه، وبحاجة للاتحاد العام طلبة تونس، لأنه في نهاية المطاف نعرف مليح أنه الكلية في حد ذاتها مثال مصغر. الجامعة الركتوراه نحكيو عليها في إطار أكبر شوي، في هيكل أوسط، وفي هيكل أعلى مسألة الوزارة. تصير أخطاء، أنا نقول أخطاء، ما حبش نقول مظلمة، أنا قلت خطأ. نهار يصير عليك خطأ راهو ماكش باش تحرك وحدك، لأنه الصوت وحدك ما يوصلش. فهنا باش تمشي لغطائك النقابي هو الاتحاد العام لطلبة تونس، معرفا بالالف واللام، واللي تاريخه يحكي عليه اكثر من نحكي عليه نحن. اوتوماتيك باش نمشيو ليه، هو وقتها عنده السبل السلميه ولا السلميه باش ياخذ يجيب لك الحق نتاعك. فهمتك. ميرسي بكو ايمن، عايشك. ومرحبا بك ومرحبا بيك ومرحبا بضيوفك الكل. شكرا الكل على متابعتكم، واستنونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد.